بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نعمل معاكم كيكة بالمانجا، بما ان ده الموسم بتاع المانجا فما يعديش كده من غير ما نعمل اي حاجة فيه. تعالوا حبايبي نشوف هنعمل ايه. بصي منظرها ما شاء الله، احلى تورتاية تعتبر وبالتكاليف بسيطة. تعالوا هنا معايا 4 بيضات وتكون بحرارة المطبخ. هنا معايا كوباية ونص سكر، المج العادي بتاع الشاي، وهنا ظرفين فانيليا. هنضربهم مع بعض. انا هنا السكر عادي مش سكر ناعم، عشان كده هضربهم كتير. هديهم ضربة كده مع بعض الاول وبعدين انزل باللبن. هنا مج وهحط نص كمان تاني، يبقى كوباية ونص برضو لبن. وهنضربهم برضو تاني مع بعض. هنا معلقة، نص معلقة واقل كمان من نص ملح، وكوباية زيت. ونسيبهم مع بعض نضربهم كده. هنحط عليهم حوالي معلقة كده صغيرة خل. خلي بيخليها طرية وهشة، في نفس الوقت بيمنع ريحة الزفارة بتاعة البيض. هنا بقى معانا المكونات التانية: كوبايتين ونص دقيق، وباكت كيك شيف. قلبتهم مع بعض. انا طبعا حطيت الملح مع الخليط في الخلاط كده يتضرب مع بعض. هنا بقى ننزل بالخليط على الدقيق ونقلبهم مع بعضيهم. هنا الكيكة العادية بتاعتنا يعني. ادي الخليط بتاعها اهو. ونكون بقى دهنين الصينية معلقة سمنة كده، وننزل عليها نعفرها بالدقيق، وبعد كده ننزل بالخليط. دي انا بعملها قبل ما اشتغل خالص واركنها على جنب. هنسوي الخليط ونخبط كده تخبطتين بحيث الهواء يطلع منه. وعلى الفرن برضو مشغلاه اول ما بدأت اشتغل على درجة حرارة 180، وفي الرف الوسطاني. ما شاء الله طلعت اهي. هنزل بقى بخلة كده اخرم فيها كام نغزة كده، وبعد كده هنزل بكل نص كوباية لبن. لبن او حليب زي بقى ما بتقولوا عليه، بس احنا عندنا هنا لبن. هنا بقى تعالوا نشوف هنعمل الكريمة ازاي. انا هنا مش هعمل كريم شانتيه، هعمل كاستر. هنا نص كيلو لبن وعليه 3 معالق من الكاستر، وبعد كده نزلت عليه حوالي 4 معالق من السكر، وهقلبهم مع بعض. خلاص هنروح بقى على البوتاجاز كده ونقلب فيهم. ايدك بقى فيه كده على طول عشان ايه ما يكلكعش منك. اول السمك ما يجمد كده ويمسك في بعضه، خلاص اطفي عليه واغطيه. هنا بقى معايا كيس جيلي بطعم المانجا، هعمله واركنه على جنب احطه في التلاجة، او اركنيه في المطبخ عادي يعني. بس انا عشان كله ورا بعضه فما يعني قلت مش اشكال لو اتحط في التلاجة، وبعدين الجو كان حر يعني مش هيجمد على طول. هنا نزلت بكوباية مية سخنة وهقلب فيه. بعد ما يدوب خالص هنزل عليه بنص كوباية مية ساقعة، بعد ما اتأكد ان هو خلاص داب كده خالص. نص كوباية. هنا كده هنزل بقى بالخليط الكريمة وهسويه. هنسويهم مع بعضهم كده. خلاص كده سويناه وغطينا وش الكيكة خالص. هنجيب بقى، هنا كان عندي منجيتين في الفريزر، طلعتهم وقشرتهم بالقشرة بتاعة البطاطس. تقشر المانجا بسهلة كده وبطريقة سريعة على طول.
هاخدهم واعملهم وبعد كده هكمل بقى. يعني انا الصينيه دي خدت مني 4 منجايات. دي بقى المانجا الفريش، هقطعها برضو واحطها عليها. تقطعيهم بقى مكعبات صغيره، عايزه تقطعيهم قطع رفيعه انتي وراحتك، بس انا هنا عملتها قطع صغيره. ما شاء الله طلعت جميله، طعمها خطير واكنها تورتايه. اهي هنقطعها كلها المانجا بنفس الطريقه. طريقه سهله كده على طول. عايزه تقطعيها شرايح صغيره قطعيها انتي وراحتك. هنا برضو هقطعها بنفس الطريقه بالقشره بتاعه البطاطس. دي المانجا الصبحه الفريش اهي. نبدأ بقى كده نقطعها. ده يبقى كده تقطعيها وتقطعيها برضو شرايح. تقطعها شرايح وتنزل عليها بعد كده ايه، نقسمها بقى لقطع صغيرة. شوفوا بقى هي ما شاء الله بتتكلف بره بقد ايه وبتتباع بكام. احنا في البيت ما اتكلفتش كتير. كده كده جبنا مانجا وعملتها اهي. الجزء الاولاني ده اللي هي المانجا اللي كانت في الفريزر متفرزه، واللي انا بعملها دي دلوقتي ديت الصبح. هسويها بقى على بعضيها كده على الصينيه واغطيها كلها بيها. اهي خلاص كده سويتها. هبدأ بقى اجيب ايه الجيلي وانزل عليه. بصوا ما شاء الله شكلها جميل. هننزل بقى عليها بالجيلي اهو زي ما هو ميه يعني ما جمدش. ننزل بقى ونسقيها كلها بيها. وعلى فكرة انت ممكن برضو تسقي الكيكة منه، بس انا سقيتها بالحليب الاول ما حطيت لهاش جيلي. هنا بقى خلاص غطيتها اهو بالجيلي. الجيلي بقى فايدته انه بيمسك المانجا ما يخليهاش سايبه لما تيجي تقطعيها. هنا بعد ما حطيناها بقى في التلاجة سبتها بتاع ساعة في التلاجة ورجعت بقى اقطعها هنا دلوقتي. الجيلي بقى بيخليها ماسكه ببعضيها ما تبقاش مفروله لما تيجي تقطعيها. المانجا تبقى ماسكه ما تتفرولش منك. يا رب يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم شير ولايك واشتراك في القناه. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. ما شاء الله بصوا شكلها عامل ازاي اهي. بصوا ما شاء الله اكنها تورتايه. يلا جربوها وقولوا لي رايكم ايه. ما شاء الله.